المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: مجلس إقليمي جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 18. نمو جيد لمحمية قندع. نجاح برنامج تطعيم السحائي في أغردات. قرارات أمريكية على قواعد لحزب الله في العراق وسوريا. زعيم كوريا الشمالية يشدد على اتخاذ إجراءات أمنية وهجومية. اجتياح الإعصار ساراي فيجي. أهلا بكم مشاهدينا. عقد مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر في 28 من ديسمبر الجاري اجتماعه الدوري 18 في مدينة عصب بحضور الجهات التنفيذية في الإقليم. وألقى رئيس المجلس السيد علي نور علي في الافتتاح كلمة أوضح فيها بأن الاجتماع يهدف إلى إصدار قرارات بشأن تقييم المجلس لتنفيذ البرامج التنموية بعمق ووضع برامج مستقبلية تلعب دورا كبيرا في تطور برنامج التنمية. وقدمت في المناسبة تقارير توضح البرامج المنفذة هذا العام، ومنها ترسيخ الوعي حول الأمراض المعدية وخاصة مرض فقدان المناعة المكتسبة وتخفيض ظاهرة تلك الأمراض وفعالية أنشطة الإصحاح البيئي الأهلي. وذكر التقرير بأن انخراط 60% من الطلاب في المدارس الداخلية وشبه الداخلية خير دليل على الجهود الجارية لتعزيز المشاركة في التعليم، داعيا لتقوية جهود المجتمع في الجهود الجارية لتعزيز المساهمة. وأوضح تحقيق المساعدات والتشجيع الجاري لتوسيع الأنشطة الزراعية ونتائجها مشجعة تحقيقها من نتائج مشجعة والدفع بها قدما في العام القادم. وقيم أعضاء المجلس التقارير المقدمة بعمق وطالبوا بتعزيز دور المجتمع لرفع مستوى مشاركة الطلاب وخاصة الطالبات في مائدة التعليم، وضمان مساهمة المواطنين في دفع ضريبة الأراضي والمواشي، وتشجيع مشاركة المواطنين في برامج حفظ المياه وحماية التربة، وتعزيز دور الشباب في المرحلة الجديدة ومنح تلك البرامج اهتمام أكبر، وغيرها من الآراء والتوصيات. وألقى حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي كلمة الاختتام مقدم فيها توضيحا مفصلا حول فرص وتحديات العهد الجديد، مناشدا أعضاء المجلس للعب دورهم المناط بهم. أعلن قسم الزراعة والأراضي في إقليم القاش بركة في التقييم الذي أجراه يوم 26 من ديسمبر الجاري حصاد محصول وفير ونمو جيد للمراعي نتيجة غزارة الأمطار هذا العام. وأكد التقييم أن الاستعداد المسبق للمزارعين وتقديم الحكومة للجرارات بأسعار مناسبة مكن من زراعة مساحة 230 ألف هكتار، وهو ما يعادل 96% من الأراضي المخطط زراعتها، وإنتاج محصول وفير. أوضح المدير العام للقسم السيد أبو بكر عثمان نمو الحشائش جيدا في مساحة حوالي 2,700,000 هكتار من المراعي الموجودة في الإقليم، داعيا للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وقدم في الاجتماع تقرير عن أوضاع النباتات والحياة البرية وحماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية وخدمات الرقابة وأنشطة الأبحاث الزراعية في مراكز شتول قلوج وشامبقو وأقردات. من جانبه أوضح مسؤول التنمية الزراعي في وزارة الزراعة سيد حروي أسقدهم أن الجهود تبذل لتدعيم أنشطة المزارعين بالوسائل العلمية وتحسين التنمية الزراعية وتربية الحيوانات كما ونوعا. وذكر حاكم إقليم القاش بوركا السيد أبرهة قرزة في ختام الاجتماع وجود برنامج نفير واسع في شهر يناير 2020 لتقوية أنشطة حماية التربة والمياه، داعيا الإدارات والجهات الحكومية الأخرى لمنحه الأولوية. أوضح قسم مراقبة الغابات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر الأوضاع الجيدة لمحمية قندع المقامة بموجب التعليمات الصادرة عام 2015 لجعل منطقتي شمال وجنوب بحري محمية وطنية. وقال مسؤول الرقابة الإقليمية في شمال البحر الأحمر النقيب صهيب تخليه لوكالة إرهنا أن أنشطة التوعية المستمرة ساهمت في دفع مشاركة المواطنين في تنمية المنطقة ومتابعة المحتوى. وأوضح نمو الأشجار المستوطنة
والحيوانات البرية التي تتعرض للانقراض في مديرية قنداعي عامة ومنطقتي دنقل العلاي وتحتاي خاصة، داعيا المواطنين والإدارات لبذل الجهود المنسقة للحفاظ على الإنجازات التي تحققت لوجود ظاهرة اقتلاع الأشجار حتى الآن. وأشار السكان إلى أن المنطقة عادت إلى طبيعتها نتيجة المتابعة والمراقبة. أفاد المهنيون الصحيون في مديرية أغردات أن نسبة التطعيم في المديرية بلغت أكثر من 95%، حيث جرى التطعيم الذي بدأ منذ 15 من ديسمبر في 100 قرية ب15 ضاحية. وذكر الكادر الصحي تطعيم 51 ألف شخص في 85 نقطة تطعيم، إلى جانب حوالي 10,000 طفل دون سن ال5، وقدم لهم فيتامين A. وقال المدير الطبي لمستشفى أغردات الدكتور ولد يوهانس أن أنشطة التوعية المسبقة ساهمت في رفع الوعي المجتمعي وإنجاح برامج التطعيم. وأشاد الكادر الصحي المشارك في برنامج التطعيم بالمشاركة الفاعلة للمواطنين في برنامج التطعيم. افتتحت شركة حارات للنقل خطا جديدا لتقديم خدمات النقل بين كرن وفلفلة، وأقيمت مراسم الافتتاح في 26 من ديسمبر الجاري في فلفلة حاضرة مديرية هبرو، وسوف تستفيد من تلك الخدمة 13 منطقة في مديريتي هبرو وحمل مالو الواقعة على جانبي الطريق. وتبلغ تعرفة النقل في هذا الخط البالغ طوله 37 كيلومتر 11 نقفة. ودعا مدير مديرية هبرو السيد فتوي قبر مسقل وحمل ماله السيد عائش علي نور بعد أن أشاد بالخطوة التي اتخذتها شركة حارات باسم المواطنين. دعوا المواطنين للقيام بصيانة مستمرة للطريق والحفاظ على خدمة المواصلات. من جهته ناشد مسؤول شركة حارات في إقليم عنسبة السيد الياس تكي السكان للعمل الجاد من أجل سلامة الطريق والعناية بالباص المخصص لهم لتأمين استمرارية الخدمة. وتعهد سكان المديريتين بالعناية بالطريق منتظمين عبر مجموعات بهدف استمرارية خدمات المواصلات في المنطقة. تلقى 375 مزارعا في مديرية حقات دورة تدريبية في إنجاح البرامج التنموية الجارية وتأمين الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الزراعي. وهدفت الدورة المقدمة في الفترة من 24 وحتى 27 من ديسمبر الجاري في 5 إدارات ضواحي عبر الخبراء الزراعيين إلى إدارة مستحسنة وتخزين جيد للإنتاج وتلف الحبوب وسبل الحفاظ عليها ومهارات جمع حصاد وفير وتأمين جودة الحبوب فضلا عن أسلوب نظافة الحبوب. وقال خبير علم النباتات في مكتب الزراعة بحقات السيد طعميم ولو أن الهدف من الدورة هو مساعدة المزارعين في الإدارة والتخزين الجيد لحصاد إنتاج وفير وحفظه جيدا، مناشدا إياهم لنقل المعلومات المكتسبة إلى المزارعين الآخرين. وأوضح فيما يتعلق بالخريف الطيب الذي شهدته المديرية هذا العام أنه شهد هطول أمطار متفاوتة بمقدار 565 ملم، وكانت النسبة أعلى بكثير مقارنة ب10 أعوام مضت، ونتيجة لذلك ارتفع الإنتاج. وتمت زراعة 620 هكتار هذا العام، منها 17,386 بالدخن و12,850 بالذرة و3696 بالفول و821 بالبقوليات. صنفت ضاحية قلامة في مراسم إعلان تنفيذ برنامج الإصحاح البيئي التي نظمت في 24 من ديسمبر الجاري. صنفت كمثال يحتذى به لكافة مديريات إقليم شمال البحر الأحمر في مجال الإصحاح البيئي. وأشاد المدير الطبي لمستشفى أفعبت الممرض أسرات أمينة بمدير الضاحية ومدير العيادة لما بذلوه من جهود حثيثة لإنجاح البرنامج، وأن التوعية المكثفة المسبقة لعبت دورا بارزا في إنجاح المهام. في غضون ذلك شهدت مديريات القاشبركة 16 أنشطة نفير واسعة للإصحاح البيئي للحد من الأمراض المعدية في الفترة من 27 و28 من ديسمبر الجاري. أوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا بأن الشعب والطلاب وأعضاء قوات الدفاع قاموا بأنشطة فعالة في هذه الفترة.
مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن مع تفاصيل قصير، فابقوا معنا. شنت الولايات المتحدة قرارات على قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القرارات استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة إلى جانب مقرات لقيادة العمليات التابعة لكتائب حزب الله. في غضون ذلك أعلن الحشد الشعبي مقتل 19 من مسلحيه على الأقل، بينهم قياديون في الضربات الأمريكية التي استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد بحسب ما نقله الموقع الرسمي. ووصف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في بيان له الضربات بأنها دفاعية دقيقة استهدفت 5 منشآت في سوريا والعراق، وذلك ردا على الهجمات المتكررة التي تشنها الكتائب على القواعد العراقية التي تتمركز بها قوات عملية العزم الصلب، وهو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. قالت وكالة الأنباء المركزية للكوريا الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جون أون دعا إلى اتخاذ إجراءات إيجابية وهجومية لضمان الأمن خلال اجتماع لحزب العمال الكوريين الحاكم، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها كيم بنهاية العام الحالي لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة. وكان كيم قد اجتمع مع كبار مسؤولي الحزب لبحث قضايا مهمة تخص السياسة وسط زيادة في حدة التوتر بسبب المهلة التي أعطاها لواشنطن كي تخفف موقفها في المفاوضات المتوقفة والتي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وكانت كوريا الشمالية قد حثت واشنطن على طرح أسلوب جديد لاستئناف المفاوضات، محذرة من أنها قد تسلك طريقا جديدا لم تكشف النقاب عنه إذا تقاعست الولايات المتحدة عن تلبية توقعاتها. وقال قادة عسكريون أمريكيون أن هذه الخطوة قد تتضمن اختبار صاروخ بعيد المدى. وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بأن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي، وستتخذ الإجراءات المناسبة بوصفها قوة عسكرية واقتصادية كبيرة. قالت السلطات في فيجي أن شخصا لقي حتفه وفقد آخر بعد أن اجتاح الإعصار المداري ساراي، تلك الدولة الواقعة في الجنوب المحيط الهادي، مثيرا رياحا قوية وأمطارا غزيرة. وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي أن شخصا نقل للرعاية المركزة، كما تم نقل 2500 شخص إلى 70 مركز إيواء. وأصدرت هيئة الإرصاد في فيجي تحذيرات من تعرض مناطق بالبلاد لعواصف وفيضانات بسبب ذلك الإعصار المداري الذي ينتمي للفئة الثانية. وقالت الهيئة في بيان أن من المتوقع أن يثير الإعصار عند مركزه رياح تبلغ سرعتها في المتوسط 110 كيلومترات في الساعة، مع عواصف مؤقتة تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة. انطلقت فعاليات الدورة 19 لقلعة الثلوج في مدينة مودانجيانغ التابعة لمقاطعة هيلونغيانغ شمالي شرقي الصين، وفتحت أبوابها أمام آلاف الزوار الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد لمشاهدة المنحوتات الجليدية التي يتم نحتها في كل موسم بسواعد آلاف العمال. وفي مساحة تغطي 6000 متر مربع تم عرض 80 منحوتة جليدية صممت بشكل متقن ومفعم بالإبداع. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.